اول مرة اعرف ان في بيض بيتحط على الشعر، بس بقول لك ايه، طلع خيال خيال. الفيديو ده لكل الرجالة، بس اتفرج يا برنس على الدلع اللي اتعمل في شعره واتعمل في وشه. انت ما اتعملكش قبل كده، حتى الحواجب ما اتثبتش. بص اتفرج واتمتع، وهتتمنى تروح لحلاق زي ده، او كوافير زي ده، او اي حاجة زي ده يخليك كده طالع متأنتك ومتروق. كسر البيضة على شعره زي ما انت شايف كده، ودعكها كلها في بعض وسرحها. خلص من الشعر دخل على الرموش، خلص من الرموش دخل على الوش، حط بقى البودرة بتاعته والحاجة بتاعته. بص بقى الماسك اللي هيتحط على وشه ده مغلف يا برنس، مغلف. لا مش ده سبراي. حط نشف، طلع، هوب، هو ده اللي انا بكلمك عليه. شوف بقى بعد شويه هيبيض. في حد يا جماعه عنده خلفيه عن المواضيع دي؟ وحد عنده خلفيه عن البيض ده اللي بيتحط على الشعر؟ في حد شافه قبل كده؟ ما اظنش. انا عن نفسي اول مره اشوف. فالمهم خلينا نركز في الموضوع ده. الواد طلع زي القمر، دخل الحلاق حاجه وطلع حاجه، حتى اسنانه ما اتثبتش، شغال. انا اول مره اشوف موضوع السنان دي. بس يلا عند الحلاق يعني. ده بص بقى شعره بقى لما تحط عليه البيض وروق الدنيا ويتغسل بالشامبو والزيت، اوبا اوبا يا برنس. 10/10. وادي الحمام الكريم. اتفرج بقى الشعر ده لما هينشف يبقى عامل ازاي. نشف نشف نشف. ايه رأيكم؟ الحوار ده حلو صح؟